السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله وصفتنا سهله وسريعه. هنعمل احلى فطير فطاطري، فطير شرقي وش بيتزا بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنعمله من غير عجن ولا فرد ولا تخمير، بطريقه سهله وبسيطه بلف الجلاش. هنعمل الفطيره القمر دي بكل سهوله، ببواقي التلاجة، بأي حشوة زي ما تحبي. أحلى بكتير يا حبايبي من الفطيرة اللي بنشتريها بره بشيء وشويات، وطريقتها سهلة وبسيطة في البيت. شفتوا التوريق عامل ازاي؟ هنتعلم ازاي تطلع مورقة وجميلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طريقة سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد معاكي دقايق. أكلة كده للمستعجلين، طريقة سهلة وحلوة. يلا قبل ما نبدأ وصفتنا القمر دي، ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. وقبل ما نبدأ وصفتنا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بسم الله. هيكون معايا حبايبي نص كيلو لف الجلاش. هنحضر مع بعض كده خليط التوريق. معايا نص كوباية من السمنة، السمنة دي بلدي حبايبي، ومعايا نص كوباية لبن وزبدية، زبدية السوق العادية خالص، وهناخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر او كيك شيف. تمام. هننزل بنص كوباية من السمنة. زي ما قلتلكوا السمنة دي بلدي، ممكن تستخدمي اي نوع سمنة، بس طبعا بيفضل تكون نوعها حلو كويس. انا هنا استخدمت سمنة بلدي نص كوب بالظبط. هنزل عليها بنص كوباية من اللبن، وهنزل عليها كمان بكوباية من الزبادي، زبادي السوق العادية زي ما تحبي، زبادي البلدي أو زبادي الشركات. نزلت عليهم كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر بالشكل ده حبايبي، عشان تدي للجلاش بتاعي هشاشة حلوة كده وتوريقة جميلة. هقلب كده المكونات الجميلة دي كلها مع بعض. ده خليط التوريق معايا: نص كوباية من اللبن، نص كوباية سمنة، كوباية من الزبادي، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب كده المكونات دي كلها مع بعض لحد كده لما احصل على قوام كريمي بالشكل ده. بصوا حبايبي عامل ازاي، هو ده القوام المظبوط. ابدا حبايبي احضر الحشوه زي ما قلت لكم. اي بواقي تلاجة عندك، الحشوه اختياري. معايا كده ميكس جبن، ومعايا ربع كيلو بس من السجق. الكميه دي حبايبي ربع كيلو سجق. انا كده قليه بسيطه كده ومقطعاه بالشكل ده. معايا زيتون، معايا بواقي كده بسطرمه، ومقطعه هنا طماطم وفلفل اخضر وفلفل الوان. تمام. ومعايا كمان بيضتين عشان نربط الكلام الحلو ده كله مع بعض. زي ما قلت لكم الحشوه اختياري، المتاح عندك اعمليه، ما تقفيش على حاجه. تمام. اول حاجه هبدا فيها، انا ضفت كده شويه من الفلفل على البيض بتاعي كده وهسيبه على جنب. هبدا كده انزل على الجبن. انا كده معايا جبنه شيدر على رومي، نزلت عليها بالزيتون والفلفل. هسيب البسطرمه والسجق هقولكوا هنعمل بيهم ايه. نزلت كده بالبيضتين عشان اربط الجبن مع الخضار بالشكل ده. زي ما قلت لكم ممكن نعملها حشوه جبن وخضار، بتبقى في منتهى الجمال برضو بالشكل ده حبايبي. تمام. نحضر الصاج او الصينيه اللي هشتغل فيها الجلاش. انا هنا دهنتها دهنه من السمنه. اوعوا حبايبي تدهنوها من خليط التوريق اللي عملناه مع بعض، دهنه سمنه بس في الارضيه عشان ما تتحرقش. معايا كده الجلاش بتاعي بالشكل ده. هفضل ورقه ورقه كده بالشكل ده. وزي ما انا عودتكم كل ورقه بضيفها او ورقتين بضيف كده من خليط التوريق. لو لاحظتوا هنا ان الماده الدهنيه بتاعتي قليله مش كتيره، يعني على نص كيلو جلاش نص كوبايه بس من السمنه. تمام. فطبعا ادهنوا خليط التوريق ده، السر اللي بيطري معايا ورقة الجلاش وبيخليها مورقة وحلوة، بيحولها كده زي فطير الشرقي اللي بنجيبه من عند الفطاطري، واحلى بكتير والله يا حبايبي. وبعد حوالي 5 ورقات من الجلاش هبدأ اضيف الحشوة بتاعتي كده، وبقيت شوية من الجبن عشان اضيفها في وش الصينية بتاعتي. هنا نزلت بالبسطرمة اللي قلت لكم سيبوها عشان ايه، تبان شكلها كده. البسطرمة كانت عندي قليلة فنطرتها فوق الحشوة بتاعتي بالشكل ده. برضو هضيف طبقة، وبين كل طبقة والتانية خليط التوريق بالشكل ده حبايبي. ما بين كل طبقة والتانية بضيف كده من خليط التوريق بتاعنا، يطر معايا الجلاش وبيخليها في منتهى الطعامة. تمام. بعد ما ضفت حوالي 3 4 ورقات كمان، نطرت كمان معايا السجق بتاعي بالشكل ده. زي ما قلت لكم الكميه دي ربع كيلو، وبقيت كمان كام واحده كده اضيفهم في وش الصينيه بتاعي. واخدين بالكم حبايبي انا عملت ايه؟ انا ضفت حشوه كده بعد 5 ورقات من ميكس الجبن، وسبت معايا السجق. ما رضيتش اخلي كله على بعضه، لا، عشان يبقى ما بين كل طبقه والتانيه كده الحشوه معايا تكون واضحه وحلوه جدا.
وطعم مختلف وجميل زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. تمام. برضو هضيف باقي كمية الورق معايا بالشكل ده، وما بين كل ورقة والتانية رشة كده او دهنة من خليط التوريق بتاعي بالشكل ده حبايبي. تمام. زي ما قلت لكم ما تقلقوش، الدهون في الصينية ديت مش كتير، نص كوباية من السمنة على الصينية دي، ما شاء الله اللهم بارك، عاملة كمية حلوة جدا، اوفر واحلى وانضف من بتاعت مرة بكتير جدا. بالشكل ده حبايبي ضفت اهو خليط التوريق لحد لما خلصت كل كمية الجلاش معايا، واخر حبة كده من خليط التوريق ضفتهم على وش الصينية بالشكل ده حبايبي. تمام. اتمنى يكون الفيديو شرح نفسه كده بالشكل ده. بصوا ما شاء الله مطرية معايا الجلاش ازاي، بيحولوا لفطيرة من غير ولا عجن ولا خبز ولا تخمير. عارفين بقى باقي كمية الجبن اللي بقيناها مع بعض، افردها في وش الصينية بتاعتي بالشكل ده حبايبي، على وش الصاج بتاعنا بالشكل ده بطريقة عشوائية. وبرده كام واحدة السجق اللي بقيتهم، وعايزة اقول لكم كل ده والله ربع كيلو سجق بس. تمام. كميته قليلة، نطرته كده في نص الصينية، وبرده ايه فوق وش الصينية بتاعتي. وبرده بقيت كده شوية زيتون وكام حتة بسطرمة وزي الفل. مليت كده وش الصينية اللهم بارك بالشكل ده حبايبي، يبقى شكل كده وش البيتزا. هبدأ دلوقتي انا مشغله الفرن، وانا شغاله فرن عالي هنضيف الصاج بتاعنا على فرن عالي حوالي كده ربع ساعة او لحد لما ياخد لون بالشكل الجميل ده. ولو لقيتيه من الحروف كده بدأ يتحمر وحلو وجميل، شغال عليه الشواية 5 دقايق بس تاخد لون دهبي فاتح بالشكل ده حبايبي. وتركاية كده بسيطة، اول لما يطلع بالشكل الجميل ده هضيف عليه فوطة مطبخ وهو سخن حبايبي. ليه أنا بعمل الحركة دي؟ عشان يبقى معايا الجلاش طري وحلو زي اللي بنشتريه من بره كده، ما يبقاش معاكي ناشف. تمام. هيبقى طري وجميل جدا زي اللي بتشتريه من بره واحلى بكتير. بصوا حبايبي اللهم بارك، دي شكل صينية الجلاش بتاعتنا، طرية وجميلة ولونها حلو في منتهى الجمال. عملنا كده صينية الجلاش بكل سهولة. يلا بينا كده نقطعها كده ونشوف التوريقة بتاعة الجلاش بتاعتنا. ما تعبناش فيها، مفيش ربع ساعة عملت الصينية القمر دي بكل سهولة اللهم بارك، كميتها حلوة اللهم بارك، اوفر واحلى وانضف من بتاعة بره بكتير. جربوها لاولادك، حاجة كده في منتهى الطعامة، مش هيفرقوها عن بتاعة بره. فطيرة شرقي وش بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة، عملناها مع بعض وفي البيت بكل سهولة جدا، من غير ولا عجن ولا خبز ولا وقفة فرن، حاجة كده في منتهى الجمال. بص اللهم بارك خليط التوريق اللي عملناه مع بعض، بص التوريق جميل ازاي مع بعض، مورقة حلوة، حشوتها حلوة جدا جدا. حشيناها كده ميكس جبن مع خضار، ونطرت كده شوية بسطرمة. بصوا ما شاء الله البسطرمة باينة ازاي، مع ان الكمية بتاعتي كانت قليلة بس انا ضفتها كده فوق وش الصينية بتاعتي او فوق وش الحشوة، فمدية شكل جميل جدا. طبقات البسطرمة بالسجق بالجبن، حاجة كده في منتهى الجمال والتوريق، وما بين كل طبقة والتانية في حشوة طعمها حلو. بصوا فايته كتير اللي لسه ما جربش الجلاش القمر ده بالطريقة دي. فطيرة وش البيتزا، قدميها كده جنب بطاطس جنب شيبس اي حاجة تحبيها. ما شاء الله اعملي لولادك اكل بتاع بره في البيت بكل سهولة واحترافية، طعمه في منتهى الجمال، مش هيفرقوه عن اكل بره خالص، بل بالعكس طعمه احلى، دهونه قليلة. ما شاء الله كمية وفيرة وحلوة جدا جدا، ومش هتكلفك حاجة، هي بس لفة جلاش وبواقي جبن في التلاجة عندك، والحشوات زي ما تحبي، ودلعي اولادك كده بقى شوية كاتشب فوق الوش كده بالشكل ده عشان يعيشوا كده جو المطعم وياكلوا الف هنا وشفا على قلوبكم كلكم. جربوها بجد بجد هتعجبكم جدا ان شاء الله. وصفتنا هتعجبكم، سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومش هتاخد معاكم وقت. واكتبوا لي في الكومنتات كده اللي عجبوا الوصفة يفرحني بكلمة حلوة جميلة منكم طيبة. اتمنى كده تكون وصفتنا النهاردة نالت اعجابكم، والفترة الجاية هنعمل ان شاء الله وصفات احلى واحلى. دمتم في امان الله ورعايته، بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.